برنامجنا الإذاعي لمدرستنا مختلف. البرنامج الفقرة التاريخية اللي انتوا بتنتظروها كل أسبوع بإذن الله. الفقرة عندنا تحت عنوان حضارتنا فخر للعالم كله. اخترنا محور هام هنتكلم فيه وهو السكان، حضارة، تراث، ثقافة، عادات وتقاليد، مع فريق اكتشف التاريخ في مدرستنا ميت الرخا رقم 1. هنعرف من خلالها السكان بكافة أنواعهم. أول حاجة اتفضلي يا مان. أسباب النمو السكاني في الوطن العربي: ارتفاع معدل المواليد، انخفاض معدل الوفيات، الهجرة الوافدة خاصة إلى دول الخليج للبحث عن فرص عمل. تمام كده. يبقى يا أولاد الوطن العربي بيتميز بارتفاع معدل المواليد اختلافا عن باقي العالم كله. ننتقل إلى محور آخر مع جنب نتائج النمو السكاني: نقص الغذاء، زيادة الضغط على الخدمات والموارد. الأزمة السكانية ديت هي الأزمة المنتشرة في العالم اللي هي إيه؟ قلة الموارد. ننتقل إلى محور آخر: التركيب العمري. تعالى معدل الوفيات. معدل المواليد. نسبة المواليد إلى إجمالي عدد السكان في فترة زمنية معينة. تمام. ونسبة إيه؟ المواليد. تمام كده. نيجي بقى على معدل الوفيات. تعالى يا زياد. يلا. نسبة الوفيات إلى إجمالي عدد السكان في فترة زمنية معينة. تمام. ونسبة المواليد في ازدياد مستمر نتيجة للتقدم الصحي. نيجي بقى على التركيب النوعي. اتفضل يا صلاح. التركيب النوعي هو من حيث الصقور والإناث. تمام كده. التركيب النوعي يا أولاد في تقسيم كده زي الهرم السكاني: اللون البامبي للإناث واللون الأزرق زي ما صلاح قال لي بفرق بين الذكور والإناث، ونسبة الذكور أعلى من الإناث في الوطن العربي. ننتقل إلى محور آخر. إبراهيم: أماكن وجود السكان في وطننا العربي. سهول ساحلية، سهول فواتية، بعض أماكن المرتفعات، أماكن التعدين. تمام كده. دي الأماكن اللي بتركز فيها سكاننا في الوطن العربي. ننتقل إلى الجناح الآسيوي والإفريقي وعدد السكان في كل منه. الجناح الآسيوي 39% من السكان في الوطن العربي. تمام. نيجي بقى على الجناح الإفريقي. نسبة السكان في الجناح الإفريقي. الجناح الإفريقي يعيش في الجناح الإفريقي 61% من سكان الوطن العربي. تمام. يعني النسبة الأعلى في قارتنا قارة إفريقيا زيادة العدد السكان. ننتقل إلى محور آخر. تعالى يا اتفضل. تركيب إيه؟ العمري بصورة مستضيفة. يضم سكان الوطن العربي الفئات العمرية مثل فئة صغار السن وفئة قوة العمل وفئة كبار السن. فئة صغار السن أقل من 15 عام، وفئة قوة العمل من 15 عام إلى 64 عام، وفئة كبار السن وهم يزيد عمرهم عن 65 عام. ومعظم سكان الوطن العربي من فئة الشباب وفئة قوة العمل وصغار السن، والقليل من كبار السن، ويوفر ذلك قوة عمل كبيرة يمكن أن تساهم في التنمية. تمام يا جماعة. من هذا المنطلق قدمنا لحضراتكم محور هام وهو السكان، عادات وتقاليد، تراث، ثقافة، مع طلاب تاريخنا يجمعنا في مدرسة ميت الرخا. وشكرا لحضراتكم.